الخط الأول لمترو الأنفاق خط المرج حلوان، احنا ليه نقارنه بالخط التاني والتالت؟ تعال نقارنه بالمترو في أمريكا. بقول لك ايه، تعالى اخدك كده يوم في الصابواي. احنا كده رايحين صابواي نيويورك. هي دي. بص عادي الهوملس وتلاقيه حاطط حاجته كده. طبعا يا اخوان هنا الهوملس هنا في الاماكن دي خصوصا بشكل مرعب. مشردين وهوملس بتصرفاتهم البشعة مالية المداخل. انك تلاقي واحد بص ده شارب وشوف عامل ازاي. عادي يا صديقي. عادي جدا تبقى ماشي في المحطة وسوري يعني تلاقي واحد بيرجع على الرصيف اللي انت ماشي عليه. عادي لما تركب المترو تلاقي واحد بيرجع قدامك جوه المترو اللي انت راكبه. عادي جدا انك تلاقي ما بين القضبان وعلى الفلنكات صف زبالة وحواليهم مية ناشفة. تعرف المية الناشفة دي بتاعت ايه؟ تنشف بالليل لان احتياج الناس للتويلت بالليل بيقل، طبيعي ان هي تنشف يعني. تعال نشوف بالنهار بقى. I get it now. Me becoming the best version of me. هل كل الناس اللي بتبقى محتاجة التويلت وهم منتظرين المترو بيعملوها كده على القضبان والفلنكات، ولا في ناس بتعملها على الرصيف برضو؟ ايش يقول؟ زط هنا بالشارع يا حبيبي، اقعد زط اموره طيبه. محطات مترو أقوى دولة في العالم في مشاكل في مرفأ زي الصرف الصحي وصرف المطر ممكن ينهوا حياتك في لحظة وانت موجود منتظر مترو في واحدة منهم. طبعا الناس دي ما عندهاش اوبشن الميكروباصات والاكشاك وانك ممكن تتصل بحد يجيلك او تلاقي مكان حتى تقعد فيه لغايه الصبح، فمضطر ان انت تعوم في البركه اللي انت هتشوفها دلوقتي دي عشان تروح. عادي جدا انك تقول ما تنزلش، لكن عادي جدا برضو وانت طالع على السلم في اتجاه الخروج تلاقي ناس راجعه بتقول لك الباب اتقفل علشان اجراءات تامين المحطه من السيول او الماسوره اللي انفجرت، فتلاقي الميه باظه من الحيطان حواليك. عادي جدا في اقوى بلد في العالم انك ما تلاقيش خطه قدام عينيك بتتنفذ للتعامل مع الكوارث الطبيعيه اللي زي دي، لدرجه ان الممر بتاع المترو نفسه يتحول لبركه ميه قدام عينيك. عادي جدا في محطات مترو اقوى بلد في العالم انك تبقى موجود داخل محطة جوه نفق وتلاقي السقف بينزل عليك مية والكهرباء حواليك في كل حتة قادرة ان هي تنهي حياتك في لحظة. Oh my gosh. This is New York subway, guys. Yep. طبعا ولان مفيش حقوق انسان بتقرفهم كل شوية فبيهملوا المشاكل البسيطة المتعلقة بحياة الانسان، فسهل جدا وانت موجود في محطات مترو اقوى بلد في العالم تلاقي السقف اتطربق على دماغك وعلى سقف المترو اللي انت راكبه. هتركب مترو اقوى بلد في العالم، هل انت بقى كده نجيت من مخاطر رصيف مترو اقوى بلد في العالم؟ لا، انت جوه كمين صغير مكون برضو من كهرباء ممكن تصعقك في اي وقت، زائد ميه مختلطه، ميه صرف صحي، زائد مطر، زائد التالتة انت عارف ايه هي. عادي جدا وانت موجود في محطات مترو اقوى بلد في العالم تلاقي مجموعات من الفيران باعداد كبيره ماشيه باحجام كبيره زيها زيك كده في المحطه واخده راحتها. لأن الفيران جزء من حياتهم على مدار سنين طويلة كانت دي النتيجة. طب ده طالع سلم وفي حاله، هتعمل ايه لو موجود جوه مترو أقوى بلد في العالم وشفت مشهد غريب مريب ما بين الإنسان والحيوان كده، مشهد ملوش تفسير؟